يا رب، إن في صوتي دعاء، وفي قلبي أمنية، وفي كياني ثقة بك، وفي شعوري راحة نفس، لأنني على يقين بمقدرتك وعطفك، بأنك ستأخذني لحياة أفضل. ولن أقول علمتني الحياة، فمنك قوتي وتفاؤلي واجتهادي، ومنك الطريق وإليك الطريق، ومن كتابك نتعلم، وعلى نهج نبيك نمضي بالحياة. فقربنا إليك يا رب. إلهي، بيدك الأمر كله. علمني أن أتنازل، وأن أسامح، وأن أتقاضى، ولا تجعلني سببا لضيق أحد. اللهم سخر لي من يكون لي عونا على ما أريد وما لا أريد من أمور الدنيا وأمور الآخرة. اللهم امين يا رب العالمين. يتمنوا كده اللي نفسها في حاجه ربنا يحققها لها يا رب. اتمنى منك بقى دعمك بالقناه بلايك واشتراك للقناه كده وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد باذن الله. نبدا فيديو النهارده روتين تحفيزي كده، نتشجع مع بعض، حاجه بسيطه بس هنتشجع ان شاء الله مع بعض كده، وكل الواحده وراكي حاجه قومي اعمليها ويلا بينا. اول حاجه ابتديت بيها يومي هو اني طبعا ابتديت بالغسيل اول حاجة، عشان طبعا هدوم الولاد الصيف والحر بقى كل شوية دش دش ومية وبس عايزين يبلبطوا في المية. صراحة الجو حر جدا ومش عايز غير كده. كنت بوريكم ان الغسالة النص اوتوماتيك من الميزة بتاعتها، يمكن هي متعبة شوية بس من ميزتها ان هي حلوة قوي في هدوم الولاد الصغيرين، انتوا عارفين البقع بقى والحاجات دي بتبقى حلوة قوي معاها. كده فعلا كنت خلصت بقى الغسيل ونشرته كمان، عايزه اقول لكم في دقيقتين. شفتوا بقى ازاي بسرعه كده، يعني شقلب واجري في دقيقتين كنت خلصت وغسلت ونشرت يعني ربنا يخلينا المونتاج والقص واللزق. طبعا قدرة الفول دي اللي منورانا كده دي انا كنت بدمس فول، فيعني ما علينا منها، هي هتشرفنا شويه حلوين بس ما علينا منها. انا كده دخلت على الغدا، او عايزه اعمل صينيه فراخ بالبطاطس، وبحب احمرها الاول اديها تشويحه كده هتحمر وهسيبها تحمر بقى. اكون انا عملت شويه العصير الحلوين دول. كان عندي جوافه فطلعتها كده تمام وقطعتها وهعملها احط عليها سكر وشويه لبن. انا بحب احط لبن على الجوافه يعني بحس بتديها طعم احسن. كمان لو نص ليمونه يا سلام بقى، بتخليها فيها مزازه حلوه كده. كده كنت حطيت اللبن وهحط بقى اكملها ميه وخلاص، يعني كده في عصير جاهز الحمد لله مع جنب الغدا. نضربه بقى كده في الخلاط وبعد كده اسيبه يكون الفراخ خدت لون واتحمرت شوية. يعني بحاول ان انا اعمل حاجة مع حاجة بحيث ان انجز. وقفة المطبخ دي هي اللي عايزة لها مونتاج والله، يعني المفروض اليوم كله يمشي طبيعي عادي، بس وقفة المطبخ دي تعمل لها سرعة، يعني في سرعة كده نجري نجري نجري. بس لا، كل حاجة بتتعمل بسرعة الحمد لله. كده كنت زي ما قلت لكم بقى، انا وعبال ما بعمل العصير كان هو احمر وقلبته. عايزه بحاول ان انا ارفعه من مكانه بس كده عشان احط البصل ايه يتشوح كده معاه وياخد من طعم الفراخ. وبعد كده ابتدي بقى ايه اشوحه مع بعض كده ياخد كله من طعم بعض. انا بحب الطريقه دي، مش بحبه ناي في ناي بصراحه. ما يعني دي بحسها بتدي طعم التحمير الفراخ وهي لسه في اولها يعني بتديها طعم كده. تمام كده كنت حطيت كمان الفلفل اخضر مقطعاه مكعبات وهسيبه بقى يحمر شويه مع بعض، وبعد كده انزل عليه بالطماطم، صلصه الطماطم. حطيت كده يعني 2 مرقه ماجي. هبتدي ادوبهم بقى مع البصل. انا بحب ادوبه على النار قوي عشان بحس ان هو بيتحمص كده وبرده بيطلع ريحه بقى، يعني بيطلع ريحته اكتر. تمام. بحاول اوزع كده عشان البصل يتحمر، وانزل طبعا كده بالصلصه. بس خلاص يبقى انا كده جهزت. انا كان عندي من قبلها كان عندي يعني محشي فلفل ولحمة وكده وقطعتين لحمة مع رز. الرز كمان هطلعه بقى يعني حتة حلوة قوي بعملها فيه، بتخليه كأنه لسه جديد ولسه معمول دلوقتي حالا.
البطاطس طبعا كنت مقطعاها كده ومجهزاها، واول ما حسيت الصلصه غلت شويه هبتدي اقلبهم في بعض واسيبهم بقى يعيشوا حياتهم مع بعضهم، وبعد كده ايه اطلع حله الرز كده. طبعا بيبقى احنا ساعات عاملين اكل من قبلها بيوم وعايزين نزود الاكله تبقى اكله جديده يعني. فانا كده عملت اكله جديده بالموجوده عندي، زودتها ميه عشان طبعا الفراخ تستوي والبطاطس ما تبقاش ناشفه، وملح وفلفل وكزبره ناشفه، وخلاص كده هي شوربه الماجي قايمه بكل التوابل، فما حطيتش اي توابل تانية. تمام، سيبها بقى تعيش حياتها وعيشي مع نفسك كده لحد ما ايه نعمل الرز. عايزه هنا بحاول اغطيها مش لاقيه غطايه مناسبه، فهسيبها كده شويه لحد على النار من فوق لحد ما انزلها في الفرن. بس كده وخلصت الاكله، ويعني جددت اكل امبارح بس. كده هحطها في الفرن وخلاص. بصوا بقى الرز انا بقلبه في الرز بعمله ايه، بعمل فيه ايه يعني. هو طبعا بيخش التلاجة بيبقى خلاص عمل كتل كده، بتحسيه نشف شوية. لا، هو بدل ما بينشف منك بتقلبيه كده بشوكة او بمعلقة بحيث ان هو يبقى مفروت من بعض، وبعد كده تحطي عليه نص كوباية مية، يعني كوباية شاي مثلا، نص كوباية شاي بالظبط مية، نص كوباية مية كده، وتحطيها بقى وتسيبيه على نار هادية كأنه شمعة كده، كأنها شمعة لسه بتسويه من أول وجديد، وخلاص بيبقى خلص. وفعلا هوريهولكوا دلوقتي كأنه لسه معمول ومفلفل وزي الفل. حاجة بسيطة بس بجد بتفرق مع الرز لتاني يوم، يعني كأنك لسه عاملاه، محدش هياخد باله ان هو قديم بتاع امبارح. نخدعهم شوية كده. كان اكلتنا خلصت وزي ما قلت لكم كان عندي فلفل محشي فلفل، وطبعا زودت جنبه وصينيه البطاطس وعصير وملوخيه ناشفه، والحمد لله كانت اكله زي الفل. وكده بكار منور معانا، حبيت اطلعهم يعملوا جو يعني. بس كده ومخلل بقى وظبطنا الاكله وعصير رطبنا على قلبهم وزي الفل. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ما تنسونيش بقى في اللايك واشتراك للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا مش هينفع نقفل الفيديو قبل ما اوريكم الرز مفلفل ازاي وزي القمر. بصوا بقى انا بعمل بالمعلقه كده زي العسل اهو، كانه لسه معمول جديد طازه يعني، مش هيقولوا عليه بتاع امبارح خالص ولا بايت خالص. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم بقى ويكون استفدتوا منه اي حاجه. متنسونيش في اللايك. باي باي.